السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معايا المحشي، الفيديو المنتظر لكل بنوتة بادئة لسه حياتها الزوجية. تعالي موريك المحشي بكل تفاصيله وتكاته. وعاملة جنب المحشي دي فراخ، الفراخ الروعة دي طريقتها في القناة عندي، ادخلي شوفيها. بناخد الصوص اللي تحتها وبنعمل منه الشوربة على بنحط الصوص على المية وبنسيبها تغلي، تبقى عندي احلى شوربة نسقي بيها المحشي بتاعنا. دلوقتي هوريكي اول حاجة ازاي بنختار الكرنب معانا. بنحسس على قلب الكرنبة وبنشوفها، بنلاقيها مش ماسكة في بعضها قوي اهي، مهوية للدرجة دي. وبنبص على حواف الكرنبة ما نلاقيهاش معوجة ولا معرجة قوي، وكمان الخطوط البيضة اللي هي العروق بتاعة الكرنبة بتكون معايا رفيعة مش غليظة اهي. كمان كرنبية اهي بحسس على قلب الكرنبة دي برضو مهوية شوية اهي. في كرنبة بقى بتيجي تطبلي عليها كده تلاقيها مفيش صوت خالص، ماسكة نفسها خالص، دي ما تنفعش للمحشي، دي تنفع لسلطات، تستخدميها في السلطات او تاكليها كده. معايا اول حاجة هنعملها في الكرنبة بعد ما اشتريناها، بنقطع الورق الاخضر اللي حوالين الكرنباية لحد ما بنوصل لاول دور نضيف معايا في الكرنبة. طبعا الورق اللي بيبقى على الطرف ده بيبقى متوسخ فبنشيله خالص، بنركنه دلوقتي على جنب لحد ما بنوصل لاول طبقة حلوة معانا. شوفوا بقى هنا بقطع الراس بتاعتي بطريقة سهلة جدا اهي، بلف داير ما يدور حوالين الراس وبنزل بالسكينة ببوز السكينة لتحت بحيث ان انا بدخل للقلب بتاع الكرنبة، مش بقطع مباشر او على خط مستقيم، لا بنزل ببوز السكينة بديها نازلة لتحت بحيث ان الراس تطلع معايا شكل هرمي كده، وابقى واصلة لقلب الكرنبة بالشكل اللي احنا شايفينه معايا ده بالمنظر ده، علشان انا هخليكي تسلكي الورق بطريقة سهلة جدا جدا جدا. شايفين بدخل لجوه كده اهو علشان يبقى الورق معايا متسلك لما احط الكرنبايه بتاعتي دي كلها في الميه واسلقها. ايوه كلها. هيكون عندي بقى حله فيها ميه بتغلي وفيها معلقه ملح كبيره، احط الكرنبايه بتاعتي كلها في الميه، ومش هتحتاجي تسلكي ورقه ورقه وتضيعي وقتك ومجهودك، وكمان الورق يتقطع منك ومش هتعرفي تسلكيه وهو ماسك في بعضه وصابحة وطازة او لسه نية، هيبقى صعب عليكي. فاحنا بنجيب الكرنبايه بتاعتنا، شوفي الحلة مش على قدها اهي بس انا حطها بالجنب، اول ورقة هتوصل للمية اللي بتغلي هتلاقيها ثابت معاكي وفصلت بعد ما طريت ولانت، مش هيغلبك خالص خالص، وممكن تعملي 10 كرنبات كده وانت قاعدة بتتسلي يعني. عندك اهو بنفضل نلف بيها داير ما يدور كده طالما الحلة مش على قدها، وهتشوفي بعد ما نفصل سطرين 3 هتلاقيها دخلت الحلة بكل سهولة. بعد ما لفينا الكرنبة كده هتلاقي معاكي الورق بدأ يسيب اهو، شايفة بكل سهولة، شايفة طلعتها سهلة جدا ازاي. خلي بالك ان الورق سبحان الله بيبقى مترصص ورقة فوق ورقة كده، فبتبصي تشوفي الورقة نهي اللي عليها الدور وبتشديها الاول اهو. سهل جدا معاكي، بتختبري الورقة ازاي استوت، بقطم بيها بين صباعاني كده بلاقيها اتقطمت معايا. العنق بتاعتي مش مشكلة تكون مستوية قوي، ده انا مش عايزاها. هتشوفي حالا في مرحلة التقطيع ان العنق ده بنستغنى عنه خالص، بنستخدمه زي ما انا قلتلك في اي حاجة، في المخلل، في السلطات. بتختبري الورقة، بتقطمي الورقة بصبعينك كده بتلاقيها قطمت معاكي، اعتبري ان صبعينك دول سنتك اتقطمت معاكي، يبقى خلاص كده استوت. ما تهريهاش قوي ولا تطلعيها قبل ما تستوي، لو بتشد معاكي يبقى لسه عايزة تتحط شوية. بتطلعي بقى ورقة ورقة كده، في حتة كانت ماسكة لسه ما قطعتهاش كويس مع الراس، بقطعها اهو عادي بكل سهولة. لو عايزة تطلعي القلب معاكي طري عشان تستخدميه في مخلل مثلا او في سلطة او في كده، بتطلعيه قبل ما يستوي، بس هو كده بياخد له بس صدمة في المية المغلية بتعقمه وخلاص، بتطلعيه وهو لسه طري او ني. ببدأ بقى اطلع ورقة ورقة
في الاخر خالص بحط الورق الاخضر المتوسخ معايا، ما بحطهوش في الاول طبعا عشان ما يوسخليش المية بتاعتي. ببدأ من بسلقه وبشطفه في المية في الاخر خالص. الورق ده بستخدمه في ارضية المحشي، او لو في ورق حلو فيه بستخدمه في المحشي عادي. نشوف بقى مع بعض ازاي بقطع الورقة. بجيب الورقة من عند العنق كده وبطبقها نصين زي ما احنا شايفين، وبشيل العنق بتاعها الغليظ اللي فوق ده. بشيل اول حتة دي ملهاش لازمة معايا، بوريكم تاني اهو. يا اما بلفها كده وبقطع، يا اما بقطع العنق لوحده، هتشوفيها في الورقة اللي جاية. دي برضو بستخدم الورق اللي حواليا، يا اما بحطها في المخلل، يا اما بستخدم الورق في سلطات. بقطع بقى على قد الصبع ما انا عايزاه، بشوف انهي طول اللي انا عايزاه وبقطع الطول اللي انا عايزاه. عايزاه صغير قصير، عايزاه طويل، بقطع على قد ما انا عايزه طول الصبع قد ايه، زي ما انت شايفه كده. كمان ورقه بطبق كده اهو، واروح شايله العنق من فوق. يا اما اطبقه كده لو مش عارفه، يا اما اشيل العنق من فوق واساوي الورقه اهو، بصي، واروح مسويه الورقه من فوق جنب بعضها كده، واروح قطعه مقطعه الصوابع الاطوال اللي انا عايزاه. طبعا عايزه اطلع كله قد بعضه، بحطه فوقه كده واقطع ايه على قده اهو. في طريقه تانية ممكن، ده الورق الصغير ده اللي بيبقى في القلب، اللي هو مش صغير قوي، مش القلب اللي جوه قوي، المتوسط ده بعمله بحاله بقى، ما بقطعهوش، بعمله محشي بالطريقه السوريه كده، هنشوفه واحنا بنحشي مع بعض. لو انت مش عايزه تقطعي الورق على ايدك، بتقطعي، بتجيبي قطعه او اي حاجه بتقطعي عليها، ونفس الطريقه برضو بتسوي الورق بتاعك، وتروحي مقطعه العنق الغليظه وتركنيها على جنب، وتقطعي الورق برضو بالطول اللي انت عايزاه بالمنظر ده. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاع المحشي دي. الجزء ده صلصه خشنه، ده غير الصلصه الناعمه. انا طبعا ما عملتهاش لان كلنا بنعرف نعمل طماطم في الخلاط ونصفيها ونسيبها تتسبك. ده الجزء ده بيتعمل بعد ما بتسبكي الصلصه خالص الناعمه بتاعتك. بتجيبي بقى 5 طماطميات، والبصل مش هتخرطيه على ايدك اهو. البنوتات اللي لسه بادئين حياتهم بيترعبوا من حكايه البصل وتقطيع البصل او تخريط البصل والدموع والعياط والكلام ده كله والريحه. لا، احنا هنجيبه اهو ونحطه في الخلاط. كل كرنبايه متوسطه معاها بصلتين متوسطين، بنحطهم في الخلاط مع الطماطم اهو، مش هتخرطي ولا حاجه. معاكي كمان فلفل بجميع انواعه اللي انت عايزاه، اخضر احمر. بتحطي البصل بتاعك كده وتديها كوبايه ميه وتفرميه فرم خشن. معاكي اهو فلفل اخضر حر وعادي، ومعايا كمان فلفل احمر، اللي موجود حطيه. لو ما عندكيش غير البصل والطماطم ما يضرش. هنديلهم فرمه بقى كده ويطلع بالمنظر ده خشن كده. هنكون عاملين مسبكين الطماطم معانا، بس دي المرحله اللي انا نسيت احطها لكم الاول، لاني مسبكه عند الطماطم. ان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي تعملي صلصه، والصلصه دي ازاي نعمل منها كاتشب برضو باذن الله هنزلها لكم. لان والله يا جماعه وجود الصلصه في التلاجة عندك شيء ضروري ومهم جدا جدا جدا. بنحط الماده الدهنيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ما بكترهاش. ده برضو المحشي الدايت زي ما انا وعدتكم في العنوان. ازاي اعمل محشي دايت. الماده الدهنيه يا جماعه مش مهمه خالص في المحشي اللي بيقولوا هيعجن لا خالص. حطي 2-3 زيت، ما تكتريش يعني، وكزبره ناشفه. عندك الكمون اهو بنحطه هنا بقى في المرحله دي علشان الانتفاخات، ما بحطوش مع الكرنبه وهي بتتسلق. بحط الفلفل والفلفل بيبقى اقل طبعا من كميه الكزبره والكمون، يعني نص الكميه بتاعه الكزبره والكمون.
الكزبرة بتبقى ضعف الفلفل، والكمون برضو بيبقى ضعف الفلفل. ببدأ احط الصلصة بتاعت الخشنة، وبكون عاملة الصلصة الناعمة بقى تحت الاول. بعد ما بتسبك بحط دي عليها، لان دي مش عايزاها تستوي. في ناس بيحطوها نية، انا بقولك خديها غلوتين. انا طبعا عشان عاملة الصلصة الناعمة بتاعتي كان المفروض احطها لكم الاول وبعدين اكب عليها دي، لكن انا هحطها حالا بعد ما دي تغلي غلوتين، هحطها معاها دلوقتي. وجود الصلصة دي يا جماعة في البيت ولا اروع. يعني لو جالك اي مناسبة، اي ظرف، عايزة تعملي شوية مكرونة فجأة مش عارف ايه، الصلصة دي عندك يعني كفاية ان انت عاملاها على ايدك في البيت. طبعا انا ما بسبكهاش قوي قوي لدرجة ان هي تبقى ناشفة معايا، لا بتبقى زي ما انتوا شايفينها كده. الصلصة الناعمة ناعمة يعني ايه؟ يعني انا ببقى طحناها قوي قوي في الخلاط، وبصفيها كمان من القشر بتاعها. الصلصة الخشنة دي يا جماعة اللي احنا عاملينها فوق الناعمة دي اللي بتدي بقى للمحشي الطعم والريحة ولا اروع من كده. هعرفك بقى على انواع الخضرة للبنوتات اللي ما يعرفوهاش. ده اسمه شبت، زي ما انت شايفة شكله عامل كده، وده طبعا اساسي معانا في المحشي. دي اسمها الكزبرة، ودي برضو اساسي معانا في المحشي في اي محشي. ده البقدونس، وده ما بستخدموش بصراحة في محشي الكرنب. انا عن نفسي بستخدمه في محشي البتنجان والكوسة فقط، ما بستخدموش هنا. بالنسبة للكمية اللي انت هتستخدميها، لو كرنباية صغيرة بتستخدمي حزمة كزبرة مع حزمة شبت. لو كرنباية متوسطة بتستخدمي حزمتين كزبرة مع حزمة شبت، بيكون ضعف الشبت الكزبرة. يعني اهم حاجة عندنا في المحشي اصلا الكزبرة الخضرة دي. فبتعملي حزمتين كزبرة مع حزمة شبت، او 3 كزبرة مع حزمة شبت واحدة، وبتفرميه ناعم بالمنظر ده. تقطعيه ناعم قوي على ايدك او في الكبة او زي ما انت عايزة تعمليه. بتشيلي طبعا عنق الخضرة الناشفة اللي ورا، وبتبدأي تقطيع من اول الورق كده. بنحطها بقى على التسبيكة بتاعتنا. ما بغليش الخضرة، انا بحط الخضرة على التسبيكة وهي سخنة، وبقعد اقلب فيها لحد ما الاقيها دبلت معايا وبس كده. دي سر من اسرار برضو المحشي الحلو، ان انتي ما تفضليش تغلي في الخضرة لحد ما تصفر معاكي. زي ما انتوا شايفين معايا كده بتفضل بشكلها. باخدها بقى واروح على الرز. في المرحلة دي طبعا بظبط ملحي، لان حتى لو كنت حاطة ملح في الصلصة بحتاج اظبط الملح مع الرز، لان الرز يا جماعة طبعا لسه ما ظبطلوش اي حاجة. وانا بحط برضو التوابل بتاعتي مع الصلصة، براعي ان تكفي طعم الرز. هنا جايبه الحله اللي انا هحشي فيها، فرشها بالعنق البيضه، لاني بحب اكلها. اللي بيحب ياكلها يحطها، مش محتاجاها اللي مخلل ولا حاجه. او ممكن تحط الورق الاخضر اللي احنا سلقينه في الاخر خالص، او عنق الخضره زي ما انت شايفه كده. بترصصيها مع طماطم، شرايح طماطم وشرايح بصل. هنا عندي بوريكي هحشي ازاي بقى. الورقه معايا بالطول، طولها شوفي طويله، ما بقطعهاش. في ناس بتقطع على قد الصبع، انا بسيبها طويله زي ما هي. ليه؟ لاني بلف على قد ما انا عايزه وبقطع. في ناس بتلف الصبع لبره كده، في ناس بتلفه لجوه بالمنظر ده. انا من الناس اللي بتلفه لجوه كده. شوفي بلف كام لفه. الفرق بقى بين المحشي الدايت والمحشي العادي، زي ما انا وعدتكم ان انا هقول لكم على المحشي الدايت، ان انت هنا بتلفي اكتر من لفة من الورق بتاع الكرنب. في ناس بتحط الرز وبتلف لفة واحدة فقط. ده طبعا كأنك بتاكلي رز. هنا المحشي هنا يطخن، مش هيبقى دايت بقى، لان كل صابع محسوب عليكي رز، مش كرنب. انما لما تزودي عدد اللفات معاكي اهي، انا سايبه الورقه معايا طويله، بلف زي ما انا عايزه وبقطع كده. بزود عدد اللفات ليه؟ اولا عشان الدايت بتاعنا، المحشي ناكل منه زي ما احنا عايزين، ما نخافش. الورق الياف، بتبقى سعراته قليله، بعكس الرز. لما كتر الرز والف لفه واحده هيبقى عندي رز كتير والالياف اقل. طبعا الماده الدهنيه زي ما احنا قلنا، يبقى ادي حاجتين هيعملوا لك المحشي دايت: الماده الدهنيه، وما تخافيش المحشي ما بيعجنش ولا حاجه. دي كدبه، يعني كدبوها عليك ان الرز بيعجن من غير الماده الدهنيه، لا والله خالص.
الرز العادي كمان لما نيجي نعمله مع بعض ممكن ما تحطش مادة دهنية خالص ومش هيعجن معاكي، هيطلع مفرفر وجميل. برص الصوابع بتاعتي قبل ما الحتة دي تفوتني، الطرف بتاع الصابع ناحية تحت عشان ما يفكش مني. وانا بحشي كمان بقرط على الصوابع وانا بلفها لفة كويسة علشان ما تفرطش برضو مني. هنا الورق اللي في النص اللي في القلب يعني بجيبه بقى وبعمله زي ما قلت لكم بالطريقة السورية، اللي هو الصبع الطويل. ما بقطعش انا الورق الصغير ده، بلفه زي ما هو كده زي ما احنا شايفين. وللبنوتات الصغيرين اللي مش عايزين يحشوا الصوابع الصغنونه دي ممكن يعملوا الكرومبه كلها بالمنظر ده. طب الورق الطويل هنعمل فيه ايه؟ هنقسمه نصين ونلفه بالمنظر ده زي ما انت شايفه كده. هيبقى سهل عليكي جدا وهتخلصي بسرعه ومش هتحسي ان المحشي ده صعب ولا حاجه. هنسوي ازاي المحشي؟ هنجيب الشوربه بتاعتنا. لو انت سلقه الفرخه والشوربه بتاعتك بيضه، ممكن عايزه تديلها لون تديلها معلقه صلصه، بتظبطي الملح بتاعها، بتديلها لو عايزه تزودي الدسم بتاعها بتحطي معلقه سمنه او زي ما تحبي. وبعد كده بتروحي حطاها على المحشي، بتغطي السطر الاولاني من المحشي. لو انت عامله الفراخ بطريقتي مش هتحتاجي تزودي عليها حاجه، هتحطيها بقى، هتجيبي الصوص بس بتاع الفراخ وتحطي عليه ميه ويغلي غلوتين، يطلع معاكي احلى شوربه تسقيها المحشي. هتعلي عليه النار وتغطي لحد ما يبدا يتشرب ميته ويبقى بالشكل اللي معانا ده بالظبط كده. الشكل ده اول ما يوصل للشكل ده بتروحي موطيه عليه خالص، بتهدي النار عليه قوي وتغطي وتسيبيه زي ما براحته كده لحد ما يتشرب الميه بتاعته، بيبقى بالمنظر الجميل ده. وبتقدميه بقى بالهنا والشفا مع الفراخ بتاعتنا. ولو عجبتكم طريقتي ادعولي دعوة حلوة أنا وأولادي بصلاح الحال، ودعوا منه بلايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوابع كبيرة زي حبايبنا في سوريا، ربنا يحفظهم يا رب. بجيب حاجة، طبق ولا حاجة، بفرد عليه الورقة بتاعتي علشان اعرف اتملك منها واحشيها صح لانها بتبقى كبيرة. وبحشيها عادي بالطريقة العادية وبلفها عادي. على فكرة ممكن البنوتات الصغيرين اللي مش عايزين يعملوا الصوابع الصغيرة وهي تبقى صعبة بالنسبة لهم، ممكن يعملوا الطريقة دي في كل المحشي. الورق الكبير بتعمليه ازاي؟ بتقطعيه نصين، بيبقى قد الورقة دي بالظبط. لما تقطعي الورقة الكبيرة نصين هتبقى قد دي. هتقدري تحشيها برضو بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي، تجيبيها على حاجة كده وتحطي الرز وتلفي بس، وهيبقى سهل جدا معاكي. بتسوي بقى المحشي ازاي؟ بتجيبي الشوربة بتاعتك وتحطيها على المحشي لحد ما تغطي الصف الاولاني بس معاكي، لحد الصف الاول من الحله. ما تزوديش الشوربه عن كده. بتحطي لو الشوربه بتاعتك سلقه الفرخه وعايزه تديلها لون بتحط لها معلقه صلصه، عايزه تديلها دسم شويه بتحط لها معلقه سمنه بلدي او اي دسم انت عايزاه او اي دهون انت عايزاها، زيت، سمنه،
زي ما انت عايزة، وبتشربي المحشي بيها. لو عاملة الفراخ بطريقتي مش هتحتاجي اي اضافات. روحي شوفي الطريقة. هتاخدي الصوص اللي نازل من الفراخ وبتزودي عليه المية زي ما انت عايزة مقدار الشوربة، وبتغليها كام غلوة، هيبقى معاكي شوربة ولا اروع من كده. هتسقي بيها المحشي. هتسيبيه على نار عالية وتغطي لحد ما يبدأ يتشرب زي ما انت شايفة كده بالظبط معاكي. هيبدأ يعمل كده، توطي بقى عليه النار على الاخر وتسيبيه متغطي لحد ما المية تنشف منه خالص زي ما انت شايفة معايا كده. وبألف هنا وشفا تقدميه مع الفراخ الحلوة اللي احنا عاملينها. ولو عجبتك طريقتي ادعولي دعوة حلوة بصالح الحال ليا ولأولادي، وادعوا مني بقى بلايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.